السلام عليكم، أهلا وسهلا البنات، نهاركم مبروك ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وما يخصكم حتى شي خير، ونتمنى نلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. وكما العادة باش الله يبارك لينا في الرزق وفي العمر وفي الوليدات لابد ما نصلوا كما العادة على الحبيب المصطفى. صلوا معايا البنات على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاد النهار البنات جيتكم بهاد المسمن او الرغيفات، كل واحد على حسب المناطق. هنا في الشمال كيقولوا لهم الرغيفات. المهم هاد المسمنات بالخميره البلديه والطحين ديال الزرع، وفيهم واحد الحجوه زوينه وصحيه، والمهم شي حاجه عاوتاني ماشي من المعتاد. على بركه الله نديزو المقادير هنايا. عندنا هنايا البنات واحد جوج ليفات ديال الطحين ديال الفرينه. هذه فرينه البنات، بزاف البنات ما كيعرفوش يفرقوا ما بين مبتدئات هكا، ما كيعرفوش يفرقوا ما بين الزرع القمح وما بين فرينه. وهذا هو القمح البنات، اللون ديالو كيجي صفر. كيجي صفر بحال الفينو، وفرينه كتجي الطحين ديالها ابيض. هنايا البنات راه جيت باش نغرب لهم قدامكم هكا. بالنسبه كان جاني واحد السؤال هكا من واحد المتتبع على الطحين ديال الفرينه. ما عرفتش شكون هو الطحين الفرينه هكا اللي مطحون على اليد. هنايا كنغربلو، غادي نغربلو النيت اصلا خصو يتغربل، بغيت نديرو بلا نخاله. هي كنغربلو بهاد الغربه اللي هكا رقيق شويه، العين ديالو رقاقين. هنا البنات هانتوما غادي يبان لكم الفرق ما بين الطحين ديال الفرينه وبين الزرع. الزرع ملي تيتغربل كيجي بحال الطحين ديالو بحال الفينو نيشان، وفرينه كيكون الطحين ديالها. غادي يبان لكم هي الفرق في ديك القصريه ديال الطحين الزرع وهذاك وديال الفرينه. المهم غربلت هذوك جوج ليفات وصافي، وغادي نخلطهم وندوز انا المقادير. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده البنات. كتجيب الطحين زوين ومعلك وكيجي هذا هكا كتجي العجينه مزيانه. وعندي هنا شويه د الملحه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره البلديه. الخميره البلديه درت غير شويه لان الحال دابا بدا كيسخن. وعندي واحد المعلقه صغيره ديال العسل. وعندي البنات هنا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال النافع البسباس مطحونين بجوجهم ومغربلين. كيعطيو واحد المذاق مختلف للمسمنات ديالنا، وفي نفس الوقت شي حاجه صحيه. المنافع ديالهم راه بلا ما نهضر عليهم راه كلشي كيعرفهم. صافي هنا البنات وغادي نعجنهم بالماء بارد نيشان من هكا من الصنبوره ومن الروبيني. وصافي كنزيد الماء غير بشويه بشويه البنات، لان هاد الطحين ديال الزرع هو هكا كيجي الطحين ديالو هكا مفرتت. الا كثرنا في الماء من الاول غادي نوحلو معاه. لهذا غادي نديرو الماء غير بالقياس باش تلقى لنا شويه العجينه شاده راسها. تبقى شاده راسها، لان غادي نبقى ما غاديش ندلكها بزاف كما كتشوفوا معايا البنات هنايا. راني ما دلكتهاش مزيان، وغادي نبقى نخليها ترتاح كما العاده كما عودتكم. باش انا ما كنتعبش، وتا العجينه كنخليها كتبقى تطلق بوحدها تطلق داك الجلوتين اللي فيها، لان شويه الزرع كتكون فيه نسبه ديال الجلوتين قليله، ديك الماده اللي كتعلق لنا العجينه مادام اننا ما درناش فيها الفرص. هنايا البنات راه خليته واحد المره وزدتو شويه د الماء ودلكتو. هذه المره الثالثه. هانتوما العجينه البنات كما كترجع تطلق معنا بوحدها، ما كنحتاجوش ان ندلكوها، لان هاد الطحين ديال الزرع والفرص ما كيحتاجوش اننا نديرو لهم الماء من الاول وندلكوهم. ما غاديش تصدق معنا العجينه. صافي كنخليوها هكا كندورو دوره وكنعجنوهم. صافي هنايا البنات غادي ندوزو الحشوه ديالنا. عندي هنايا النخاله البنات هذيك اللي غربلت من داك الزرع، ديك النخاله رقيقه. وهذا هو المكون ديالنا السحري ديك الزبدة ديال الفول السوداني اللي خدمت معاكم ديك المرة مع أمل. وهي هادي عاوتاني نستعمل، هذا هو تاني استعمال ديالها. استعملناها في الزيتون اللي مطحون. انا عاوتاني غادي نستعملوها في هاد المسمنات هكا، باش هكا كنديرو عاوتاني شي حاجة مغايرة، ماشي كيما اعتدنا دائما. واش تبقى لنا شي حاجة صحية ندخلها مع هذا، راه شي حاجة رائعة. صافي غندوز البنات هنايا غادي نقطع المسمنات ديالي هكا. وهذا ديك النخاله الا ما زعما الا ما بقاش ما جاش معكم هكاك الخليط كما جاني انا، راه زدت انا شي شويه ديال زيت البلديه عاوتاني من بعد حتى جرى معايا الخليط. وممكن تخليو الخليط شويه ناشف واللي ما بغاش يجي المسمن ديالو هكا شويه فازق بالزيت ولا شي حاجه، يخلي
هاديك النخالة يخليها ناشفة ما يكترش الزيت، يدير غير القياس وغير يدردرها هاكا بحال الطحين ولا باش ما يجيوش على حسب كل واحد الاختيار ديالو، باش يجيو اللي بغاهم يجيو ناشفين غادي يدير غير شي شوية، يخلط غير شوية ديال ديك زبدة السوداني حتى غير تترمل معانا شي شوية وصافي. كل واحد على حسب الاختيار ديالو، المهم كل واحد كيفاش الذوق ديالو، الأذواق مختلفين. أنايا بغيتو يجي شوية هاكا بحال قلتي رطب بزاف، درت هاديك الحشوة درتها جارية. فهمتوني اش قلت لكم؟ صافي هنايا راه تمشي معانا العجينة بسهولة، حيت طلقات خليتها على خاطرها، حتى ديك فرينة هي اللي كتلعب لنا الدور ديال الفرصة، أما الزرع راه بوحدو راه ما يمكنناش الزرع بوحدو نصاوبو منو المسمن لأنه هو كيجي الطحين ديالو ماشي هذا. هنايا صافي البنات راني كملتهم كاملين ودرت المقلة ديالي تسخن مزيان، وصافي غادي نبدا في التكراس. بغيت نوريكم البنات على هاد الحساب هاد المقله هادي اللي مازال ما خداتش المقله، البنات. هاد المقله هادي راه عمليه ما شاء الله عليها، الله يعطيها زعما الصحه. كتجيب اللي طيبتي فيها كيجي مخير ما شاء الله، زعما زوينه، احسن من هادوك الاخرين. احسن من ديال وجده، والله الا كدير الطياب مخير في اي حاجه وكتفك، والحجم ديالها كبير وكتساعد فهكا. مثلا الا درتي فيها الحرشه ولا شي حاجه كتساعد هكا باش تقلبيها. مهم عمليه احسن من الاخرى. انتم البنات كما كتشوفوا كيفاش كتجيب المسمنات، هادشي غير. هاد المسمن وراه درناه بالزراع والخميره البلديه، يعني ماشي يكون كان طحين الاخر. نتوما البنات الا درتو بالفورس والفشينو، هاد المسمن راه يجيكم واعر احسن من هذا. انا غير حيت نتوما شفتو درتو بالزرع واخا داكشي راه النتيجه جات زوينه. هكا البنات كيجي المذاق ديالو مختلف. المهم شي حاجه صحيه وعاوتاني شي حاجه مختلفه، هكا تعتمدوهم الا بغيتو ديروهم في الفطور ديال العيد هكا، ولا المهم تجربوهم. واللي خافت من المذاق هكا الا عجنات وتخرج غير واحد هذا تجرب بها. وهنا نهاية الفيديو، استودعكم الله، إلى السلامة.